السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وصفة النهاردة وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا وصحية في نفس الوقت، وطعمها ما اقولكمش على الجمال والحلاوة. هنعمل البانيه بطريقة جديدة خالص، ولا هنستخدم بقسماط ولا بيض ولا لبن ولا زيت للقلية ولا الكلام ده خالص. امال هتعمليه ايه ازاي هنا؟ هنعمل البانيه الصحي، البانيه الجميل. احنا ليه بنفضل نحط في حاجات على الفراخ بتاعتنا يوم ما بنوضر طعمها؟ تعالوا بقى شوفوا الطعم الجديد ده والطريقة الجديدة، طريقة حلوة جدا جدا، وهي مرتبطة بالمكرونة، لان انت هتعملي مكرونة بطعم الفراخ. معقولة هلا المكرونة بطعم الفراخ؟ يا ستي، هتاخد نفس طعم البانيه وجماله. هي وصفة مرتبطة ببعضها. المهم احنا كلنا بقى بنشكي من زيادة الوزن والكوليسترول عالي، فكفاية بقى يا جماعة، كفاية مقليات. وشوفوا الوصفة دي وبإذن الله تعجبكم، وإن شاء الله تعملوها على عيد. فاحنا دايما نقول ايه؟ أهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل أحلى شوية بانيه وشوية مكرونة ما أقولكمش على الجمال والحلاوة. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين الجمال؟ شايفين البانيه طري ازاي؟ يلا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا يا ستي ده البانيه بتاعي ده براحتك، نص كيلو، ربع كيلو، كيلو الا ربع كيلو، المتاح عندك. اي لو قطعة واحدة اعمليها يا ستي. ده البانيه يا ستي انا غسلاه ومخليه زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. وان شاء الله مره هنزل لكم محلول النقع بتاع الفراخ، مهم جدا جدا، وباذن الله هنزله لكم. دي كميه البانيه اللي انا هعملها. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنجيب بصلايه كبيره كده وهنبشرها. انا حبيت ابشرها بالعين الضيقه، بصراحه غلبتني جدا، فانا هعملها بالعين الواسعه. لو انت عندك عين وسط بين الاتنين يكون احسن. المهم يعني ايه، ابشريها بالمبشره. بالمبشره هتعمليها في الكبه، ده براحتك انت. اهم حاجه اعمليها ايه، خفيفه جدا. المهم هنبشر ايه، بصلايه حلوه كده. وتعالوا بعد ما نبشر البصلايه بتاعتنا نشوف هنعمل ايه. انا طبعا البانيه غسلاه ومخليه زي الفل، ودينا بشرنا البصلايه. احنا كده بنجهز ايه، شغلنا. طول ما انت مجهزه حاجتك جنبيك وقدامك، الحاجة هتطلع منك زي الفل. ما هو ده النفس، طول ما انت مرتبة حاجتك الحاجة هيطلع طعمها حلو. مش بيقولوا نفسها حلو؟ انت بترتبة حاجتك يعني حاجتك بتطلع زي الفل. المهم ما اطولش عليكم في الكلام. انا نزلت بالبصلاية في البولة على البانيه. معلقة ملح صغيرة، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة بابريكا، نص معلقة توم باودر، ربع معلقة شطة، ربع كزبرة، معلقة زيت، ومعلقه ايه، خل. الخل ده مهم جدا. كان عندي هريسه انا حطيت معلقه، ما عندكيش هريسه مش مشكله يا ستي. وقلبي الكلام ده كله مع بعض. ايه فايده الخل يا هاله؟ ده بيخلي الانسجه بتاعت البانيه طريه معاكي، زي ايه، مكان الزبادي. ما عندكيش زبادي حطي معلقه خل زي هاله. وقلبي الكلام الجميل ده كله مع بعضيه زي ما انتوا شايفين كده. قلبيه خليه يتشرب. وكان في ورقه روره كده انا سبتها. قلبي كده كله مع بعضيه، خليه يتشرب كويس قوي. يا ريت لما تيجي تتبلي البانيه تبليه قبلها كده زي بساعه كده عشان يتشرب براحته. المهم انا كده ايه، تبلت البانيه بتاعي، وما اقولكمش على الريحه والجمال. وفي على فكره ربع معلقه توم باودر. ما عندكيش توم باودر، حطي يا ستي ربع معلقه توم مفروم. وهجيب كيس، دي اكياس عندي، دي بنغطي بها الاطباق، حلوه جدا جدا لانها بتتحكم كده في الحاجه وبتغطيها لنا، وخصوصا في التلاجة ما بتخليش روايح في التلاجة. وهاخد ايه، البوله الجميله ده احطها في التلاجة. تعالوا نجهز المكرونه بتاعتنا. انا حطيت الميه بتاعتي للمكرونه ومعلقه ملح، ما بحطش غير كده. لا تحطي زيت ولا حاجه، الزيت ملوش اي لازمه. الكلام اللي يقولك الزيت بيخلي المكرونه مفلفله، لا يا ستي، المكرونه لا بتتغلب بالزيت ولا اي حاجه، ده بيطوف بس على الوش. معلقه كده ملح صغيره. واول ما الميه تغلي زي ما انتم شايفين كده، لازم الميه تغلي كويس، انزلي بالمكرونه. تعملوا نص كيلو، كيلو، ربع كيلو، ده براحتك انت. كل واحد عارف المقدار اللي بيحتاجه لاولاده. المهم وانا عماله اتكلم كده، يا ريت اللي ما حطش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكم بكل سهوله.
وجبت البانيه بتاعي منين بقى؟ من التلاجة. كان اتشربوا زي الفل. قلبيه تقليبه كده، هات اللي من تحت فوق واللي من فوق تحت، شقلبيهم كده ويلا تعالي معايا على البوتاجاز. الاول انا جبت الجريلا بتاعتي كده، نزلت معلقه سمن بلدي، معلقه زبده ماشي، اي سمنه بتحبيها ماشي، وعليها معلقه زيت او معلقتين زيت، ده براحتك انت. وهناخد الجريلا نحطها على النار. لازم اخلي السمنه والزيت يسخنوا كويس قوي. لازم لما انزل بالبانيه بتاعي يكون ايه بقى، اسد المسام بتاعه على طول عشان ما ينزلش ميه، والمكرونه شغاله مع نفسها. تعالوا بقى نجيب البانيه بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. السمنه سخنت معانا بالزيت، ونجيب البانيه ونشتغل على طول كده زي ما انتوا شايفين. البانيه بتاعه اهو يا ستي، يلا كده نشوف هنعمل ايه. انزل بقى بقطع البانيه، لازم قطعه البانيه تطش زي ما انتوا شايفين كده. انا كده بقفل المسام، يعني القطعه بتاعتي هتكون طريه، هتكون زي الزبده، مش متفله ولا شاده معانا، لا، ما هي نزلت على سمنه وزيت سخن، يعني قفل المسام على طول. وما تحركوش، ما تحركيش لما ايه تاخد لون من تحت، وبعد كده نقلبها. ادينا يا ستي رصيناهم في الجريلا بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، ببصلهم بتوابلهم بكل حاجه. واي حاجه في البوله كده نزليها بين الفتحات كده، انزلي باي ايه بواقي عندك في البوله، عشان دي هتتكرمل بقى، طعمها بقى قصه تانيه بقى. خلينا دلوقتي في البانيه الجميل ده. يبقى احنا حطينا البانيه في الاول على ايه، على نار عاليه، وما نقلبش البانيه الا لما ياخد لون من تحت. انا هبتدي ايه اقلب البانيه بتاعي عشان يبتدي ياخد لون ايه من تحت. ما اقولكمش على الريحه وجمالها، انا عايزه اللون الجميل ده. شايفين ازاي الفراخ ما بتاخدش سوا يا جماعه، بتستوي بسرعه. انا قلبت البانيه بتاعي كده اهو زي الفل. ما اقولكمش بقى، ما اقولكمش على الريحه وجمالها. انا قلبته على الناحيه التانيه، واول كده ما يقلبوا على الناحيه التانيه ابتدي يخلوا النار وسط. ما احنا طيرنا الميه اللي فيه، ما فيهوش ميه اساسا. فاقلبي على الناحيه التانيه وخلي النار بتاعتك وسط، وياخد لون من الناحيه التانيه يا ستي، وهنطلعه. اظن ما فيش اسهل من كده. والمكرونه بتاعتنا بتستوي معانا على النار. ايه قصه المكرونه؟ ما المكرونه مرتبطه بالبانيه، مش انا بقول لكم هي وصفه متكامله. ولما تسلق المكرونه خليها شديده شويه، ما تسويهاش قوي عشان تطلع معاكي مفلفله وزي الفل. ده البانيه بتاعنا، ما اقولكمش على الريحه والجمال، لا شارب زيت ولا معرفش بقسماط ايه ولا الكلام ده خالص. احنا عايزين يا جماعه نحس بطعم الفراخ. انا عن صدق ما بحبش قوي البانيه، انا بحس كده بغلفه بالعيش، البقسماط بيتحول لعيش، لا لا لا، انا ما بحبوش، انا بحب احس بطعم اللحمه. فعشان كده عملت البانيه بالطريقه دي. وقبل كده عملت لكم البانيه، عملته لكم برضو بطريقه جديده، انا عاملاه فيديو قبل كده، دوروا كده في القناه هتلاقوا حاجات قديمه انا منزلها لكم حلوه جدا. ومكان البانيه ومكان البانيه كده البصل مكرمل معانا، انزلي بقى بالصلصه بتاعتك. ما عندكيش صلصه زي هاله يا ستي، انا نزلت بحوالي كوبايه صلصه. اضربي كده ايه نص كيلو طماطم في الخلاط وصفيه وانزلي بيه على الخلطه الجميله دي، ولا تحطي ملح ولا اي حاجه. احنا بنستخدم الصوص كله اللي نزل والنكهه اللي نزلت من البانيه. انا كده هسبك لي شويه صلصه، وادي البانيه بتاعنا زي الفل. يبقى مكان البانيه نزلت بالصلصه، هياخد كل الطعم بقى وكل البهاريز اللي نزلت. مش بقول لكم المكرونه بطعم الفراخ، المكرونه هتبقى طعمها حكايه. المهم نسبكهم كويس كده. اول ما تلقي السمنه ظهرت على الوش كده، يبقى الصلصه بتاعتك السبكه. عندك صلصه جاهزه يا ستي برضو انزلي بيها براحتك خالص، صلصه وطماطم ماشي. والحله بتاعتنا حطينا فيها المكرونه، وهننزل بالصلصه بتاعتنا. ما اقولكمش على الريحه، انا حاسه ان انتوا شامين الريحه مع هاله. ما اقولكمش على الصلصه دي وجمالها يا جماعه، حاجه من الاخر. قلبي يلا المكرونه بتاعتك. وانا قلت الوصفه دي تنفعنا في العيد على فكره، وصفه حلوه لو زهقنا من اللحمه نعمل لهم الوصفه دي. قلبي المكرونه بتاعتك كده، ما اقولكمش على المكرونه وجمالها. قلبيها كده على نار وسط عشان تسخن معاكي كويس. ادينا احنا خلصنا وصفتنا. الوصفه مرتبطه ببعضيها، شويه بانيه وشويه مكرونه. ما اقولكمش بقى اكله متكامله جدا جدا وطعمها تحفه.
تعالوا بقى شوفوا هل هتغرفها ازاي. انا بصراحه رجعت الايام زمان، ايام ماما ربنا يديها الصحه والعافيه، لما كانت تلمنا كده انا واخواتي وناكل في نفس الطبق. كانت تحط لنا الخضار والرز والملوخيه اطباق، طبقين ملوخيه، طبق الرز، طبقين خضار، الطبليه تبقى مليانه كده وناكل مع بعضينا. كنت بحس لما بناكل مع بعضينا يعني ده بيخلينا مرتبطين مع بعضنا اكتر. فانا جاتني الفكره دي، قلت رايك يا هاله اعمليها صينيه كبيره وولادك ياكلوا منها، رجعيهم كده لايام زمان او الحياه اللي انا اتربيت عليها. لان احنا بصراحه اكلنا كله كل واحد بطبقه لوحده، رز لوحده، شوربه لوحدها، خضار لوحدها. انا بحن الايام زمان قوي، عشان كده حطيت الاكل في الصينيه كده زي ما انتم شايفين، وهناكل من نفس الصينيه. شايفين الجمال؟ ما اقولكمش بقى. شويه بانيه من الاخر، المكرونه طعمها تحفه تحفه تحفه، متشربه بقى النكهه بتاعت الفراخ كلها، حاجه من الاخر كده. بص انا باكل حاجه بتدوب في البق، جميله جدا جدا، والفراخ مستويه وزي الفل وطعمها حلو جدا جدا. فهقول لكم ايه قبل الفيديو ما يخلص، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. والوصفه دي يا جماعه حلوه جدا جدا جدا، المكرونه طعمها حكايه، والبانيه طريه وبيدوب في البق كده. وهقول لكم ايه، منتظره رايكم في التعليقات.